في موضوع آخر، شهدت عدد من المناطق بإقليم أوسرد منتصف هذا الأسبوع تساقطات مطرية مهمة استبشر بها مربو الإبل والغنم وحتى الساكنة. تساقطات أتت بعد موجة حار شملت عددا من المناطق الداخلية والساحلية للمملكة. المزيد عن أجواء التساقطات المطرية بأوسرد مع محمد التروزي ومحمد يداس. تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن في البحر، لكنها في البر أتت بما يشتهيه الرعاة وساكنة أوسرد. تساقطات الخير هطلت وحرك معها فريق التلفزة عدته للتصوير بمنطقة قرارة أوشفقت وإيميان. نسب هامة من الأمطار تلقت هذه المناطق ضمن مساحة جغرافية شملت ما بين منطقة أوسرد إلى حدود ما تسمى بمنطقة العطف. الحمد لله كان عندنا خير قاع قبل ومكرسن شوي في الموضة، الحمد لله جاب الله الخير. هذا هو الحمد لله، خير موجود يا ربي حمدنا. الحمد لله السحاب هي علينا يا امس واليوم الحمد لله من هون الى وسرد عنها السحاب ما خاصه الحمد لله. تساقطات مطرية مهمة في الأيام القليلة الماضية أتت بعدما أنهكت أزمة الجفاف خلال الصيف العباد والأرض والأنعام هنا بالصحراء، وبعدما كادت تزيغ توجهات عدد من الكسابة عن تربية الإبل وغيرها في ظل أزمة الجفاف التي تأتي على الأخضر واليابس. السحاب جات البارح وجات اليوم، ما خسر علينا شيء الحمد لله. والحية سمان ما خسر علينا شيء، والحية اللي ما خسر عليها شيء الحمد لله، والناس موجودة هنا تي. تساقطات مطرية بنسبة لا بأس بها بمنطقة أوسرد هطلت منذ 3 أيام تقريبا، ولا زال الطمع في رحمة الله يتجدد يوما بعد يوم، خصوصا بعد موجة الحر الأسبوع الماضي التي شملت عددا من مدن المملكة.